ازيكم؟ يا رب تكونوا زي الفل وزيادة شوية. بما ان يعني الميك اب بتاع مرة فاتت عجبكم جدا ما شاء الله يعني فانا قررت ان احنا هنعمل ميك اب تاني. فلما سالتكم انتوا قلتوا ان انتوا عايزين الميك اب يكون عادي، وفي بنوته قالت تعالوا نعمل ميك اب للجامعه، ففكرت لقيت ان الجامعه قربت فقلت واي نوت، يلا. فيلا بينا نعمل ميك اب للجامعه، بس بما ان اللوكيشن ده جديد فاحنا عند اختي وهنستخدم الميك اب بتاعها، ميك اب جديد ومختلف عن اللي انتوا بتشوفوه. فتعالوا بقى ايه نقعد نلعب بحاجاتها شويه وفدانا. مبدئيا اي حاجه باظت اتكسرت فدانا معروف. معلش بصوا سو كيوت ازاي كنت لازم اوريها لكم كده. بصوا بقى، جامعه يعني لازم تبقى البشره مترطبه وحاطين صن بلوك لان الشمس ما بتهزرش. بعد كده جامعه يعني كل يوم او مثلا 3 4 ايام في الاسبوع، فانا مش هحط فاونديشن 3 4 ايام في الاسبوع، ما انا كده هرطب بشرتي وهحط صن بلوك وهرطب حوالين عيني وشفايفي وكله يبقى تمام. هبدا بقى في اول خطوه لو احتاجناها هي الكونسيلر. لو حاسين ان عينينا كويسه او مفيش سبوتس او اللي هي اثار حبوب كتير في وشنا من غيره، وهقول لكم هنعمل ايه. بس لو حاسين ان احنا محتاجينه عشان نكون فايقين اكتر صاحيين اكتر، خلاص قشطه. بتاعها فيتمي درجه 25، انا بعزه جدا فيتمي بالمناسبه. لو ما لقيتش الديرماتيك مثلا في مره، فيتمي ده اول اوبشن بيجي على بالي، عشان بس بشرتنا تبقى مش باين عليها انها مرقعه. هناخد بس نقطتين هنا نقطتين هنا. ليه النقط دي يا جاكلين؟ علشان تبقى الوش كله واخد نفس الدرجه، عشان لو الدرجه بتاعه الكونسيلر فاتحه قوي هتحسوا ان انتوا هنا لون عينيكم ابيض والباقي كله مش نفس اللون، فلازم نظبط الموضوع ده. هسيب الكونسيلر هنا ينشف شويه. ليه ينشف شويه؟ عشان يدي كفرج اعلى شويه. بص هقول لكم، لما الكونسيلر بينشف بيدي تغطيه اعلى وفي نفس الوقت بتبقى طبيعيه اكتر، فاحنا عاوزين ده عشان احنا هننزل كل يوم فمش عاوزين نكعبل. مش عارفه ليه الناس بتتضايق من البنات اللي بتحط ميك اب. ما يحطوا ميك اب، ما بيحطوش من فلوسكم. سراح حواجبي بمسكره الحاجب بتاعت بريتي وومن، كنت كلمتكم عنها قبل كده. دي احلى حاجه بالنسبه لي، مش بتوقع الرموش خالص، مش بتوقع الحواجب خالص، وبتسرحهم حلو قوي. مسكره اهي انا لقيتها، قلت لكم قبل كده انها كانت كل شويه تضيع مني، فانا كل شويه الاقيها. فده شكلها بريتي وومن. ماشي، هو كان في سايد تاني الناحيه اللي انا ماسكاها دي بس هو. فدلوقتي انا عند اختي دايما بيبقى ليا بيوتي بلندر، وهي كمان لما بتيجي عندي بيبقى عندي بيوتي بلندر، يعني كل واحده بتبقى زي ما تقولوا كده يعني اختها شايله لها بيوتي بلندر، فانا هقوم ادور على البيوتي بلندر بتاعتي. لقيتها بسرعه الحمد لله. هقوم بقى زي ما اتفقنا قبل كده وهي ناشفه لا نغسلها كويس. انا عن نفسي هغسلها بصابون عشان اضمن انها تبقى نظيفه لان هي مش نظيفه، وهنديها كويس قوي وعصرها عشان تبقى بلندبل اكتر. نبلند بقى. بالمناسبه البيوتي بلندر بتنفش قوي، يعني بتكبر لما بتكبر، ده طبيعي عشان هو سفنج. كده شكلنا فايق اكتر، وشنا متوحد في لايتنينج كده حوالين العين، فالموضوع ده بيبقى بيفرق قوي عشان بشرتنا تبقى نايمين كويس، مع ان احنا مش نايمين كويس من كتر التاسكات اللي علينا. انا اتخرجت بس انا متنرفزه، حاسه ان انا محتاجه الم شعري. مش حاسه ان انا عايزه الم شعري خلاص، عشان تفهموا بس انا قراراتي رايحه فين او انا باخد القرار في قد ايه. لو اليوم طويل احنا محتاجين نحط بلاشر يكون ليكويد، علشان هنثبته بعد شويه بباودر وببلاشر باودر فيفضل موجود طول اليوم، لان انا اكتر حاجه بتتاكل عندي هي البلاشر. عارفين بتاع مايت سينما؟ هسيب لكم صورته هنا. انا زي ما بجيب اي حاجه واختي بتجيب اي حاجه بندي بعض، فانا مديالها شويه هنا في عبوه صغنطوطه، بوينت هنا بوينت هنا وبوينت. بلند بس بايدينا الاول عشان لو تقيل نبقى عارفين رايحين فين. اكيد تقيل. بلند اللي فوق العينين. ليه بحب دايما احط من فوق العين بلاشر؟ عشان في الشكل الواقعي او على ارض الواقع بجد بيبقى كاننا بجد بناكل هيلثي قوي، وخصوصا لو البلاش رايح على الالوان البينك بيبقى باين اللي هو ايه ده، بتشرب 3 كيلو بنجر في اليوم، فالنضاره طافحه على الوش. هنيجي بعد كده بقى لمرحله في الزمان، ايام ما انا كنت بدرس
عشان انا اتخرجت دلوقتي اذلكم. بصوا ده انتوا نهاركم مش فايت. ايه بقى، زمان ما كنتش بستخدم الخطوه دي خالص، انا كنت بعمل على طول اللي انا بعمله دوت، وساعات كنت احط فاونديشن. انا هضرب القصه دي. بصوا انا ما كنتش بحط الخطوه دي خالص، بس هي خطوه بجد في غايه الاهميه. كنت دايما بتساءل هو انا ليه كل حاجه عندي بتبوظ، وهي خطوه الكومباكت باودر. ليه دايما مفيش حاجه بتبقى مظبوطه؟ يعني ليه البلاشر بيمشي، ليه الكونسيلر بيخطط؟ كل ده طلع عشان هو محتاج كومباكت باودر او لوز باودر بالاخص. واحنا هنستخدم من عند كتكوته اختي بتاعت فلورمار. استنى اوريها لكم، حلوه بصراحه مش وحشه. على اتفاقنا وعلى عهد يا رجاله، اي زيادات زي كده بنرميها بعيد. بما ان احنا عند كتكوته، فانا بعشق الباليت دي من ان بتاعت البلاشر. خطيره خطيره، فيها كميه الوان وفيها مات وفيها برونز. يعني هحاول اقربها لكم. بصوا تحفه، فبحبها قوي الصراحه، ما اكذبش عليكم. هنخطف منها كام درجه كده بشكل عشوائي. ليه؟ عشان انا ما عنديش ثوابت. هي دي على اورنج شويه، فماشي قشطه، براحتكم اعملوا الالوان اللي انتوا عايزينها، محدش هيجبركم على حاجه. بس عامه هي بتنزل منها على، تلاقي مثلا 2 براون 2 بينك واحده مش عارف ايه، فهم يعني بينوعوا عادي. يعني في منها كذا شكل. فوق عينيا. لميت شعري عشان انا احرر ريت، وما تقلقوش هما 3 ثواني هغير رايي اصلا. بعد كده بقى احنا كده خلاص عملنا البلاش. زي ما قلت لكم ممكن تشتروا بتاع ان، ممكن تشتروا بتاع مايت سينما، ممكن تشتروا براندات اعلى لو الامكانيات احسن، عشان نبقى فايقين اكتر. اكتر حاجه بتفوقني انا كجاكلين ايلاينر وماسكارا. العين كل ما كانت صاحيه كل ما احنا كنا فايقين اكتر. فانا عن نفسي بفضل جدا الماسكارا بس، ومش كل يوم كمان، لان شكل الايلاينر لما بنبطله بيدشملنا. بنستخدم بقى ماسكارا من الماسكارات اللي انا بحبها جدا. انا عامه بحب اسنس وكل الماسكارات بتاعتهم، انا بحب دي جدا، وبحب اللي عندنا في البيت. اللي تلاقوه اشتروه، بس امانه يكون اوريجينال، عشان الاتنين بيتضربوا. واللاش برنسس الخضراء بتتضرب. فده شكل البراش مثلا، حاولوا برضو تبقوا مركزين تعرفوا منين انها اصليه. اي ثينك بيبقى مكتوب عليها انها ميد ان ايطالي اهي، هنا اهي دي. تعرفوا بقى ازاي انها اوريجينال؟ هقول لكم، عشان انا اصلا قبل دي كان معايا واحده مضروبه وانا بحط الماسكارا. هقول لكم ولا اقول لكم؟ استنى هقول لكم بعد. وانا بحط الماسكارا، بحط الماسكارا ازاي؟ بفتح عيني عادي وكده اهو. الناس بقى تعرفوا منين اذا كانت اصليه ولا لا؟ لما تدخلوا المكان اللي هتشتروا منه اي حاجه او اي براند، دايما بصوا اذا كان المكان ده فيه اللي هي التوكيل بتاع اسنس ولا لا. التوكيل بتاع اماندا، التوكيل بتاع تشاو، التوكيل بتاع فيتمي، بتاع فيكتوريا. المكتبه الصغيره اللي بيبقى فيها كل التستر اللي تقدروا تجربوه منه، حتى لو التساتر خلصانه. التساتر دي اللي هي جمع تستر، لو خلصانه ماشي، بس المهم تبقوا عارفين ان المكان ده بياخد التوكيلات دي. بما ان انا من عشاق الهايلايتر، فتعالوا اقول لكم على هايلايتر مختلف عن بتاع المره اللي فاتت. بتاع المره اللي فاتت كان من بريتي وومن، كان ب 40 جنيه. طبعا تقدروا تجيبوه حلو، والبيجمنت بتاعته خطيره ووريتها لكم. هقول لكم دلوقتي على 2، واحد باودر واحد ليكويد من نفس الشركه اللي انا كنت لسه بتكلم عنها اللي هي ايسنس. لو بتحبوا الباودر بس ده حبيباته بتبقى باينه، هنستخدم ده اللي هو اسمه جلو. استنوا، ده لو انتوا بتحبوا الهايلايتر. بما اننا يعني انا عمري ما جربت، تعالوا نجرب سوا. دول ال3 درجات بتوعه، تعالوا اجربهم لكم على ايدي. اول درجه اسمها سمر جلو، دي اغمق درجه شويه، تحسوا انها رايحه على النحاس بس هي مش نحاس. ده الشكل بتاعها. تاني درجه اسمها ميجر جلو، دي افتح درجه فيهم، اللي هي رايحه على الابيض سكري اوف وايت. عارفين الدرجات دي؟ احطها بعدها. الدرجه بقى اسمها كاندليت جلو، فدي درجه ما بينهم هما الاثنين، راح على اورنج شويه كده. ال3 درجات اهم، 3 حلوين قوي الصراحه. انا بحب اسنس جدا، وبحب الهايلايتر بتاعهم بيبقوا صارفين عليه قوي. وكمان ده مش رايي لوحدي، ده راي نوران مثلا. نوران كانت قايله على الباليت دي، انا بحب نوران جدا. كانت قايله على الباليت دي ان هي من الباليتس اللي تعتبر هاي اند باسعار. انا كنت جايباها ب 140 من سنه ونص، فلو دلوقتي مثلا ب 200 سعرها حلو قوي. بس خلوا بالكم دايما ان الحاجات دي بجد بتقعد فتره طويله قوي قوي. دايما ركزوا على موضوع الاكسباير ديت. لما تجيبوا حاجه تجيبوا اكسباير ديت، لو في 10 سنين هاتوها، بجد بجد بيقعدوا كتير.
واحنا كمان الشغف بتاعنا بيخلينا نجرب حاجات كتير، فانتوا مثلا مش هتجيبوا دي وتسكتوا، انتوا لو لقيتوا حاجه تانية بسعر قليل زي مثلا بريتي وومن هتروحوا تشترينه زي على طول، انا عارفه. ده الليكويد بتاع ايسنس كده، ممكن تحطوا فوق عينيكم بس يعني جامعه وكده، فاهمين؟ انا معايا منه في البيت بس اللي هو مش ده، التستر الصغير كنت واخداه هديه من المكان اللي انا بشتري منه دايما. كده انا بشرتي احلى، يعني فايقه اكتر، لطيفه، ومثبتين كل حاجه، وفي اللمعه اللي هي العسوله ديت. بالنسبه بقى لشفايفنا انا كجاكلين، ممكن الصبح احط ليبستيك، بس ابوس ايديكم ما تستخدموش انواع رديئه، لان انا طول ال4 سنين انا لغايه دلوقتي بعاني من اسمرار في شفايفي بسبب بلاوي الزرقاء اللي انا كنت بستخدمها. فهقول لكم دلوقتي على كام نوع كده. اماندا حلو قوي، اللي هي الاقلام دي اسمها سوبر ستريمات تقريبا، سوبر لونج وير سوري، بتاعت ميبلين هي اللي سوبر ستريمات دي. الاقلام دي حلوه قوي. عندكم من اسنس منزله اللي هي الروجات اللي في الدرجات دي، او يعني اللي هي مات خالص لو انتوا بتحبوا المات. في ميبلين، ما احنا قلنا بقى عروسه فجبنا لها من كل حاجه. ميبلين سوبر ستاي طبعا غالي، غني عن التعريف وغالي الاثنين. في حاجات رخيصه كانت ب50 جنيه اللي هو زي تشاو، كان لونه حلو وثباته حلو وكل حاجه فيه كانت حلوه. هل انا بقى هستخدم حاجه من الحاجات دي؟ انا كجاكلين لما بنزل بستخدم حاجه من الحاجات دي. بحب الالوان اللي تبين ان احنا شفايفنا لونها حلو وان احنا شكلنا هيلثي. هايلايتر. انا برضو بحب قوي الليب بالم بتوع اماندا، دول درجات تانية زي الكراميل والبيش والشوجر تروبيكال على بينك، خطيره. بس كده انا حاسه ان احنا مش هنبقى محتاجين حاجه تانية في الجامعه. اي وش ان انتوا ما تحطوش، ما تكتروش حاجات كتيره، ومع العلم برضو من وجهه نظري ان انتوا ما تحطوش كل الكلام ده كل يوم. بس كده انا خلصت، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا كالعاده. اشوفكم في فيديو جديد، لو عندكم اي سؤال سيبوهولي في الكومنت تحت. باي باي.